بص يا هندسه، انت عندك هنا طبعا ملاحظه مهمه جدا. انت هنا عندك برور باب المصفح اصلا لوحده 10 سم، 10 سم. والعلبه عايزه 3 سم، يبقى انت عايز اقل حاجه من بدايه العلبه هنا 15 سم. انت كده محقق لي 10 بس. تمام. فانت كده محتاج وكده كده الباب المصفح عايز منك اصلا ايه؟ عايز متر. تمام. بالظبط، باب مظبوط. المصفح. وانت اصلا مظبط الفتحه دلوقتي متر، فالحلق ده هيديك 10 سم لما تشيله. تمام. فال 10 سم دول يتحطوا هنا بطوبه وتتمحر، بحيث ان انت تتمحر. توفر ايه؟ ال 15 سم الخروج بتاع الحلق وبتاع العلبه. تمام. فاكتب بقى الملحوظه ده عندك، ملحوظه مهمه. تمام. ده احنا هنتكلم على شغل المحاره الاول في الريسبشن. عندك دي اول ملحوظه المحار هيعملها. ثاني ملحوظه عندك هنا العلبه دي المفروض تنزل تحت شويه. تمام. او تتنضف وتظبط. كل العلب محتاجه تتنضف يا هندسه. بتاع المحار زي ما استلم من الكهربائي الشغل نضيف يسلم الشغل نضيف. تمام. عندك الملحوظه الثالثه يا هندسه هنا فتحه التكييف، البواط اللي احنا حاطينه جوه بتاع التكييف ده يتفتح وتتقطب، تتقطب تقطيب محترم وينضفها تنظيف محترم، عشان النقاش لما يدخل بعده يعرف يظبط الشغل بتاعه. تمام. تمام. كل الملحوظات دي عليها خصم شهري كده. امين. شهر. امين. طيب انت عندك هنا الشغل عايز يتنضف بس في العلب دي. كل العلب كل ده عايز يتنضف. اكد لي على الزاويه بتاعتك يا هندسه كويس. الزاويه بتاعت المحاره كلها اكد عليها الليزر واستلم من الشغل بتاعك. انت اكيد استلمت الكلام ده قبل السيراميك. تمام. بس شيك عليه تاني بقى طالما النقاش ده. طبعا كده كده استلامات المحاره بتبقى وهي طريه، ولكن استلم دلوقتي زياده تامين عشان ايه؟ تمام. عشان الشغل بتاعك يبقى طالع مظبوط. تمام. في عندك هنا خرطوم بارز. انت قلت لي عشان في هنا تجليده، صح كده؟ هنا تجليده هيبدا فيها المخرج بتاع الابليك ده، هيبقى محفور مدفون جوه ماشي. الأبليك. ده عمود اصلا خرسانه. ده عمود. فاحنا قبلنا بالكلام ده عشان في تجليده كده كده بعلف خشب وبارزه، فهتعالج الامور دي لو كلها. مفيش تجليده طبعا هيبقى يتحفر له في العمود وهيغطس جوه العمود زي ده. بس في حدود الكفر الخرساني. ايوه، في عشان الناس ما تزعلش. طيب عندك في نقطه مهمه هنا جدا في المطبخ يا هندسه. هل انت حققت الخروج بتاع الثلاجه اللي هنا؟ الثلاجه كده كده احنا جبناها للعميل خلاص في المخزن 71 سم. تمام. فانت كده عندك 84 71 يبقى لك 11 سم بتوع البرود بتاع الباب. بتوع الله الخشب. ينور. تمام. باريزة الثلاجه موجوده معاك. تمام. باريزة الديب فريزر تمام. باريزتين خدمه للمطبخ هنا. تمام. باريزه خدمه. تمام. عندك منطقه الحوض ومنطقه الميه، الحوض سنتر. الله ينور. الله ينور. طبعا البواط ده يتنضف كل ده يتنضف. بواط الغساله ده يتنضف هندسه. تمام. الله ينور. عندك برضو هنا المحابس في مرحله في المرحله في الحته في الوحده بتاعت الله ينور. تمام. انت كده كده عندك هندسه ال 60 سم بتوع ال 60 سم بتوع المطبخ، صح كده؟ تمام. الوحده. وبعد كده في وحده ثانيه هتتعمل للسخان منفصله عن وحده الحوض، عشان ما تبقاش دي كلها وحده. لا افصل لي هنا ضلفه يبقى في وحده مخصصه للسخان الفوري وضلفه هنا. تمام. خلي بالك عشان واحنا بنقسم المطبخ والناس جايه ترفع المقاسات في المصنع بتاعنا اكتبها كده. وحده السخان ضلفه لوحدها. تمام. مجموعه البوتاجاز. الله ينور. تمام. ماشي. طيب انت عامل دي متر صح؟ تمام. ودي 150. حلو قوي. بص يا هندسه، ليه بقى احنا بنخلي دي متر وليه لا بنخلي دي 150؟ انت عندك في 10 سم تحت وزره بتوع المطبخ. تمام. بعد كده عندك 50 سم درجين. تمام. يبقى كده كام؟ كده 50 10 60 سم. 60 سم. وعندك هنا ارتفاع الفرن بيبقى 60 120 سم. 120. يبقى انت كده العلبه بتاعتك ايه؟ تحت ال 120 في امورنا. تمام. تمام. نكمل. اللي فوق الفرن عندك الميكروويف. الميكروويف على ارتفاعه 40 فوق ال 120 يبقى كام؟ 160. طالما انت ال 160 بتاعتك فوق يبقى امورك ايه؟ امورك تمام. تمام. عرفت بقى الشوك درونج مهم ازاي؟ تمام طبعا. طيب نفس القصه هنا طبعا. نفس القصه في باريزه هنسقي الارضيه هنا برضه هندسه عشان الميه برضه تتسقي الارضيه عشان بالظبط عشان في استخدام للميه هنا، فتخلي بالك من النقطه دي هندسه الصبح. تمام. المعابر دي ركبت النهارده. المعابر ايه؟ المعابر دي برضه احنا النهارده. الله ينور. بص كده بص كده، يعني الراجل ده محترم 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 ان يعني هو خلى اللحام زيرو كده. تمام. زيرو جوينت كده، حاجه محترمه جدا جدا جدا. عايزين نقيم الناس برضو. سجل برضو التقييمات دي عندك عشان تبلغها في قسم المقاولين. مقاول السيراميك 9 من 10. تمام. مقاول المحاره 8 من 10 عشان شويه الملاحظات اللي عندي دول. تمام. تمام. الرخام 9 من 10 ممتاز. تمام. تمام.
لحد بقى ما نشوف الناس اللي هتشتغل بعد كده. تمام. تنظيف العلب هندسه مهم كل العلب جدا. هندسه بكل البوطات بكل حاجه هتنضف بكره وهتتقفل، مش هيبقى فيها اي رطشه ولا اي حاجه. تمام. برضه هندسه عندك ملحوظه هنا انا كنت شفتها من شويه، نفس الفكره هنا هندسه، انت ما حققتش برضه الشغل بتاعنا، فدي احنا ما قلناش ليها لمصانع السيراميك، فمعلش البلاطه دي تتغير. تمام. نفس القصه، حلق الباب 10 و3 سم ونص تشطيب العلبه، فاذا انت عايز 20 سم انت محقق 9، مع العلم ان الشوب درونج بيقول لك ان في 20 سم جنب كل باب. تمام. ماشي، فاكتب هندسه النقطه دي عندك عشان البلاطه دي تتغير. تقسيط الشاور تقسيطه محترمه، والشغل بتاعك طالع محترم بصراحه هندسه، كتر خيرك وتسلم ايدك. طبعا مسافه الباب الضلفه، بعد كده هنحط الحوض بتاع الغساله، وبعد كده الحوض. الله ينور. بعد كده عملنا هنا زاويه السكريت 50 سم بس يا هندسه، في الارضيه هتبقى 50 عشان خاطر طبعا الحرم بتاع الطرقه ده بتاع حد يعدي التويليت هنا، يبقى في مسافه حركه تسمح ان حد يعدي. ده هيتقفل لسه بالرخام، ده هيتقفل رخام، وهنا السكريت 50 سم، اذا ممر الحركه بتاعي ايه؟ هيبقى من فوق مرتاح. ما تنساش برضو الشباك ده هندسه هيتسنطر زي التاني بالظبط، هيشقف الصاروخ برضه هيتسنطر فوق. طبعا مع العلم ان الكلام ده المفروض هندسه كان يبقى قبل الشغل، ولكن ملحوق يعني. تمام هندسه. ارتفاع العتبه برضو نص سنتي ارتفاع محترم عشان الميول الميه والكلام ده كله. اشرح لي كده الاوضه دي هندسه عشان مش فاكرها قوي. دي غرفه الاولاد هندسه. الغرفه دي احنا برضو التقسيط بتاعها اول ما جينا نشتغل احنا كنا مقسطينها بالطول. تمام. بعد كده كنا لاحظنا في التقسيط بتاعها ان الغلاء بتاعتها كانت هتبقى مسافتها صغيره، وكان في حل احسن ان احنا نلاقي التقسيط بتاعها ان يجيب الغلاء بتاعتها يتقلب بالعرض. فانت خليت الغلاء خليته وانا داخل من الباب شايف بلاطه سليمه. الله ينور. وهنا سليم، وهنا الله ينور برضه بعد الفرش ما يركب وكده كده في هنا فرش السراير والكلام ده كله، فمدار الغلاء دي، والغلاء كبيره كده. الغلاء كبيره وهنا غلاء. طب الفرش ماشي ازاي هنا هندسه؟ احنا عندنا هنا السرير هندسه، هيبقى هنا السرير. مساحته قد ايه السرير؟ كبير ولا صغير؟ لا هيبقى كبير. ده لا سريرين، هنا في سريرين، هنا في سريرين، في سرير هنا وفي سرير هنا وفي كومود. انا مقدر ان احنا اخر اليوم وبتاع. لا تمام. هنا في سريرين، الدنيا داخله في بعضها. في سرير هنا وفي سرير هنا وفي اثنين كومود، وفي كومود هنا في النص. هنا الشاشه بتاعت وحده الشاشه هنا هتبقى هنا. طبعا انت سايب الخراطيم ده عشان في تجليده. في تجليده هنا هيركب عليها الشاشه. طبعا هنا هتبقى هنا الجزء بتاع الشاشه هيركب هنا. الله ينور. الله ينور. طبعا ده الحلق بتاع طبعا ده اتظبط لسه هيجي يركب، وهنا التكييف ده هيتفتح طبعا برضه بتاع المحاره. الغلط بتاع المحاره. بص مقفل على البطاطا ازاي، عشان كده احنا مقيمينه 8 من 10. وهنا برضه هنا بص العلب برضه عايز يتفتح. هيتنضف وهيفتحها وهينضف دي كلها يفتحها بتاع التكييف. تمام. برضه هندسه الشروخات دي مطبله، اكتب هندسه كده بقى عندك. فدي برضه يعني الشروخات دي مطبل. الشغل ده كده مطبل. بعد اذنك الشغل ده كله يكسر ويبتدي يتسحب من جديد ويتسحب من جديد عشان الشغل ده مش مظبوط كده هندسه. تمام هندسه. كده عندنا هو كده بالنسبه لك صنايعي المحاره. تمام. خسر من تقييمه 2 من 10. لو في عندنا تقييمات طبعا احسن، فهو الناس اولى من الشغل، فاللي بيعمل شغل محترم بيبقى هو اولى في الشغل. تمام. نفس القصه برضو عندك هنا هندسه، امورك تمام، مفيش اي ملاحظات، مفيش في اي حاجه، نفس القصه بتاعت المحار بس. نفس الدكتور بتاعت التكييفات برضو. تمام. وهنا عندنا برضو دي غرفه خلي بالك ان انت هتشيل لي وزره اللي عند الابواب، كل الدوائر بتاعت الابواب دي هتشيل لحد ما نركب الباب، بعدين نقفل على الوزره. الله ينور. الله ينور. تمام. وهنا طبعا برضو هندسه احنا قلنا 100,000 مره قبل كده في الكهرباء ان المخرج بتاع الشطر، شفت ال 5 سم دي بتبقى من هنا، يعني المخرج ده يترحل هنا. تمام. يبقى بحيث من بعد 5 سم من بره تحط المخرج بتاعك. تمام. عشان وهما بيركبوا الشطر بعد ما يبقاش الموضوع بالنسبه لهم صعب. ده بالاضافه تقدر تقول لي ليه ما بنخرجش المخرج دي بره؟ هديك يوم بونص. ماشي هفكر فيها. فكر. لا معاك 10 ثواني. 10 ثواني بس؟ ليه بنركبه من هنا؟ ليه مثلا ما خرجناش المخرج ده من بره والراجل يوصل من بره والموضوع خلص؟ عشان خاطر الباب. الباب ايه؟ مش فاهم. انت عايز تاخد الباب الالموتيه؟ عايز اخد اليوم وخلاص. ايوه ماله الباب يعني؟ ما هو عشان الباب الالموتيه هندسه احنا ده هيتدفن في الحل بتاع الباب الالموتيه، بتاع زي الحل اللي هيركب هنا ده هيتدفن في ماشي. ما لو هو هيركب الشطر هيركبه ويوصل يطلع السلك بتاع الشطر من هنا ويوصل من بره. هو الشطر عشان يبقى الشطر قافل على قد الباب بالظبط. لا انا هقول لك الاجابه الصح. بص يا سيدي، لو انا الخرطوم ده
طلعته من ورا وطلعته من هنا، طلعته من بره من هنا، وبتاع الشطر جه ركب على الحيطه على طول، تمام وقام مفرز حته كده ومخرج سلك الشطر وموصل من بره. احنا حاطين الشطر ده عشان حمايه، تمام. لو جه الحرامي نعم. طلع لقى السلك والتوصيله باينه بره، هيقوم فكك الشكرتون او فكك اي حاجه، وقام يلمس السلك ببعضه، يقوم فاتح ايه؟ يقوم فاتح الشطر. تمام. فاذا انا بخلي التوصيله جوه بالأمان. جوه الباكيته بتاعت الشطر، بحيث ان هو ما يقدرش يوصل لها تمام. الحرامي سياده الحرامي يعني. تمام. تمام. طبعا دي المخارج كلها بتاعت الخارج بتاعت الفورنات، بس برضه عايزه تتنضف يا هندسه. كل ده يتنضف يا هندسة. المخرج ما يبقاش بالشكل ده يا هندسه. تمام. كل ده يتنضف. ده يتنضف ويتروق كل ده عشان يتنضف. بتاع النقاش لما يدخل. واحنا قلنا قبل كده مفيش حاجه اسمها مخرج يخرج لي كده بالشكل ده هندسه. ليه يطلع لي مخرجين ليه خرطومين كهرباء؟ تمام. لا، الكهربائي ده برضو غلطه عند الكهربائي. المفروض ان هو يخرج مخرج واحد يخرج بس، مخرج واحد، ما يخرجليش كل مخرج خرطومين. لا، المخرج خرطوم مخرج واحد. زي ده كده. تمام. حلو، بحيث ان النقاش والمحار بعد كده يعرفوا يقفلوا شغلهم صح، ومن ثم اللي جاي بعد كده يقفل شغله صح. تمام. تمام. نفس القصه في نفس الموضوع المحاره. في برضه ملحوظه في الحمام ده برضه هنتكلم فيها. الله ينور يا محمد. انت بتسقي يا محمد بماده ولا بتسقي بقى يا محمد؟ ماده. ها؟ الله ينور. اسود طبعا. سيتوفيل جراوت. هنا الله برضه هي اسود بنفس درجه اللون بتاع السيراميك طبعا، ده لسه يتنضف يعني. نفس الدرجه بتاعته. وهنا طبعا ابيض. هنا ابيض وهنا اسود عشان يبقى الدنيا كلها كأنها لسه هيتقفل بقى وان بيس. ده رخام. وده رخام برضه. الرف ده كده هيتقفل لسه رخام برضه. الرف خلي بالك يا هندسه، احنا عايزين نحقق اقل حاجه 12 سم يعني. احنا معانا هنا هندسه، معانا هنا بالظبط 11 سم. احنا 11 سم ولسه الرقم هيطلع لبره، هيطلع الشفه بتاعته هيطلع، ممكن يطلع خلاص يبقى 12 سم حققنا. 12 سم. تقسيط الشاور محترم وكل حاجه محترمه. انت عندك برضه شوف السكوليت نفس الفكره يا هندسه. هنا في مشكله. دي مشكله. دي هندسه بتاع السيراميك قفل على العلبه بتاع البلاطه دي هتتشال. البلاطه تتشال وال بعض بنفس المنسوب المظبوط يعني. منسوبه كده مش مظبوط. تمام. هيتظبطوا وتتركب تاني. الله ينور. والسكوليت اتدفن مظبوط وتصمم عليه برضه. زاويه السكريت بحيث ان السكريت يبقى نازل في الارضيه سليم شكله حلو بدون رخام بدون اي شيء. برضو في عندنا تفصيله هنا هندسه. خلي بالك ان احنا هنعمل كيرف. هنلف الكاميرا دي. دي عندنا هنا. الكاميرا دي كانت برضه مشكله من المشاكل اللي قابلتنا هنا، ان الكاميرا دي مشطوره شطره صعبه جدا. في مكان حمام زي كده بتبقى في مشكله كبيره يعني. هي لو في مكان تاني ممكن تتعالج بحاجات كتير. هنا علاجها كان صعب شويه، بس هو عملنا ايه بقى؟ هنا احنا قلنا خلاص ان احنا هنقفل البطنيه بتاعتها مع الجبسون بورد بتاعنا عادي. وطبعا عشان نتفادى الشاور والرين شاور والميه، طبعا مش هينفع نركب جبسون بورد، فهنصرمك الوش بتاع الكاميرا دي. والكاميرا دي هتتلف معانا بالجبسون بورد. هتتلف طبعا لفه كيرف كده يعني الفلات ينزل ل 17 ويقوم لافف على 30 سم بالظبط كده. هتنزل وتطلع تاني تلف من فوق وتكمل. هتبان قطعه واحده، وفي نفس الوقت هنا مش هيبان ان في كاميرا هنا خالص. والسيراميك ده هيدي نفس الشكل مع السيراميك ده، مش هيبقى فيه مشكله خالص. تمام. يعني خلاص الكلام انك دي هتبقى ماشيه مع السيراميك وده مع جبسون بورد. وده جبسون بورد. الله ينور يا هندسه. طبعا كميه الملاحظات دي يا هندسه لو احنا حسبناها كل ملحوظه بخصم يوم، يبقى انا كده مش هشتغل. انت كده شغال الشركه، شغال الله والوطن. تمام. اشتغل كل ده. وبرده عندك يا بص هندسه، كل الكلام ده الشروخات اللي موجوده دي كلها هندسه. هي معالجه الشروخات انا هخليها يعدي على كل الاماكن الهندسه اللي فيها شروخات. لو تتكسر وتتشد تاني وتتحط عليها سلك وتتعمل تاني. تمام. الله ينور يا هندسه. وطبعا الملاحظات ديت ملحوقه. تمام. ابتدي بقى طبعا نسق مع المكتب الفني دلوقتي كل مراحل. تمام. انا شايف ان انت الله ينور كده نسقت الجبسون بورد ونسقت الابواب ونسقت الشبابيك ونسقت النقاشه ونسقت الالوميتال قلنا. و كده باقي في المرحله الثانيه عندنا نقاشه وجبسون بورد وابواب وشبابيك والرخام خلاص والسكوريت. تمام. والنجاره تمام. ظبط كده السبع بنود دول في المرحله دي كلهم جاهزين كله ينزل مع بعض هندسه عشان احنا نفضل محافظين على التايم بتاعنا. وما تنساش لو خلصت الشقه قبل 3 شهور هتاخد الحافز بتاعك قبل كده ان شاء الله. تمام. حافز قد كده. هيعوض الخصم. هيعوض الخصومات. لا طبعا انا مش هنطلع عليك اي حاجه هندسه، وانت راجل محترم وراجل مجتهد بامانه يعني. تمام. وان شاء الله باذن الله تخلص الشقه قبل 3 شهور تاخد البونص بتاعك. وبالتوفيق يا هندسه ان شاء الله باذن الله. حبيبي هندسه. حبيبي هندسه. سلام.